علبتين من الزبادي، وهحط عليهم 4 معالق زيت او ربع كوبايه زيت. ولو عندك صويا صوص هتخلي لك الطعم حلو جدا، هحط معلقتين، لو مش موجود مفيش مشكله خالص. معلقه عسل كبيره، وما تخافيش من طعم العسل، مش هيبقى باين خالص في الفراخ. والبهارات بقى توم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وزعتر وكاري، ومعلقه من البابريكا، وملح حسب الرغبه. اللي كل الكلام ده كده مع بعضه، اللي بيه كويس لحد ما تتاكدي ان الخليط بقى ناعم، عشان الزبادي ما يبقاش فيه تكتلات كده. قلبناه بقى كده تمام. هيكون عندنا طبعا الفراخ بتاعتنا او الدبابيس او الوراك، استخدمي القطعيه اللي انت تحبيها، بس انا بحب الدبابيس بتبقى دايبه قوي، او هي اللي كانت متواجده عندي. لو متواجده عندك اي حاجه تانية مفيش مشكله. والتتبيله اللي عملناها دي تاخد لحد فرختين، يعني تتبلك فرختين. بعمل في الدبابيس فتحه كده زي ما انت شايفه من تحت الجلد،